شاء الله تكون صحة وبخير. رجعنا لكم فيديو جديد خلص جديد. طبعا اليوم عندنا طريقة عمل ميلك شيك اوريو. بسم الله. طعم اول شي عندنا البلندر وهو بحضر الطعام، والحليب لازم يكون اساسي معنا. هون اول شي بدكم تجيبوا كيس اوريو، نحن مقاطعة ما نجيب الاوريو الاصلي. تجيبوا كيس اوريو مثل ما انكم شايفين. تابعوا معي الخطوات. بتحطوا راس البراندر، بتجيبوا كيس اوريو ثاني مثل ما انكم شايفين معي، مثل ما انكم شايفين، ونحط الكيس الثاني، ونجيب هذا النوع من الجاتو او الشوكولا، نفتحه ونحطه في الزبالة، ونحط بوزة كامل بالشوكولا. مش هيطلع عن جد ميلك شيك بارد وخفيف وظريف. من هون نجيب السكينة ونقطع له راسه بهالبوري. جميل. جيبوا هذا الشيء مثل ما انتم شايفين، بتجيبوا هيدا، بتحطوا حبة واحدة بنخلي حبة تانية لشي تاني، حطوها. وتجيبوا اخر شي هيدا الجوفت، تحطوا حبتين منه، واذا بدكم فيكم تحطوا تالتة لو بتحبوا. هلا حط حبتين وبكتفي. هلا هون جينا للجد الصحيح. جيبوا الميلك شيك على شوكولا، بتحطوا منه الشلمون، مثل ما انكم شايفين عم نعبي بكل خلصت. ومنجيب شوية حليب، ما كتير حسب الرغبة، بتحطوا بهالطريقة هيدي. وبس بتجيبوا البلندر يا حبيبي، بتجيبوا البلندر، بتسكروا على البلندر. وهون بدنا نمنع الصوت شوي لأنه الصوت رح يكون مزعج جدا. خلينا نفتحها ونشوف شو صار بقلبها. مثل ما كنتم شايفين كيف صار الميلك شيك. هون بهالمرحلة هون بتجيبوا قطعتين غرفة مثل ما قلنا بأول شي، وبتجيبوا كمان نص هيدي القطعة اللي نحن حكينا عنها، نص، وتحطوها، ونرجع بنكمل خلط. ونسيت لكم زيدوا شوية حليب، وزيدوا كمان شوية سكر مشان تصير طيبة. وهيك بيكون خلص تقريبا الميلك شيك. هلا بدنا نحطه بالكباية ونفرجيكم كيف بده يطلع. اوكي يا جماعة، مثل ما انكم شايفين فرفطنا شوية بسكوت على الكباية اللي انتم بدكم تحطوا فيها الميلك شيك. ونسيت لكم انه هيدي الكمية اللي عملناها نحن هلا بتكفي تقريبا بتكفي كبايتين من هول الكبايات. ما تنسوا اللايك والشير، واذا عجبكم هالميلك شيك اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. وما زلنا مستمرين بسلسلة المشروبات الفريش، وبإذن الله تعالى الأسبوع الجاي رح أعملكم نفس هذا الشي بس على فريز. ويلا السلام عليكم.